شيكابالا هرب من باوك. شيكابالا الزمالك جاب لعيب هو اساسا هرب منه وراح باوك، وبعد كده بعد ما راح هرب من باوك ورجع له، وبعد كده اما رجع له مضى للاهلي، وبعد كده ما مضى للاهلي راح مضى للزمالك، وبعد كده لعب. بتقارنوا حسن شحاته بشيكابالا؟ انتوا ايه؟ مفيش هنا خالص. ممدوح عباس هو اللي بيظبطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة أو بتشاهدني، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ننشره أول بأول، وفضلا وليس أمرا تضغط لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. عادة بتكلم باسم القناة، ولكن المرة دي أنا عايز أرد على المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أحمد سالم باسمي أنا الشخصي، وهيبقى عنوان حلقتي حلمي رمضان أو المهندس حلمي رمضان يرد على أحمد سالم، وهذه بضاعتكم نردها إليكم. أنا مش هعلق على حاجة، أنت اختار الأسطورة اللي أنت عايز تختاره. إن شاء الله تختار هتلر، إن شاء الله تختار موسوليني، إن شاء الله تختار تشارلز ميليار مانسون إذا لو كنت عارفه. يعني اختار أي حاجة، ولكن أنا النهاردة جايب لك فيديوهات بلسانكم أنتم. يعني تعرف مرسي عطله، الأستاذ مرسي عطله رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تسمع رأيه. صخرة مصر رحمة الله عليه إبراهيم يوسف، شوف رأيه. ريعو لاعب الاتحاد اللي بيقول لك انه كان طالب مني رشوه، بلاش نسميها رشوه، عموله، بلاش نسميها عموله، فرده 50,000 جنيه عشان العب في نادي الزمالك. في اسطوره بيعمل كده؟ انت حر والله. ان شاء الله تختار مبادره تبقى الاسطوره بتاعتك. ما كل شيء، كل واحد تعرف كل شيء يشبه له، انت بتختار اللي يشبه لك، انت بتختار اللي يشبه لك واللي يمثلك. الاسطوره اخلاق الاول. نشوف راي خالد الغندور، وخالد الغندور بيرد عليكم، بيعرفك مين هو الهارب، بيعرفك مين هو الهارب اللي انت عمال تتغنى، وبعدين اللي بيخاف ما يقولش، واللي يقول ما يخافش. هو انت مجرد انك انت تشيل الفيديو من على من اليوتيوب وتحط لي لينك على صفحتك بعد ما تمنتجه، هي دي الرجوله؟ دي الامانه؟ دي الامانه المهنيه؟ يا راجل خليك في مهنتك وفي تخرجك وفي تخصصك، ما تعرفناش انت مين، وان ما حدش يقول لك افرض انت بتتكلم اي كلام. صحيح احنا معانا ريموت كنترول ولا بنحب نشوف شكلك اساسا. انا ما اعرفش ان في واحد اسمه احمد سالم الا لما اتكلمت انت على، هقول لك على مين، انا مش هغلط، اتكلمت على ابراهيم سعيد وعلى كهربا وامام عاشور. انت مالك؟ انت مالك نمره 3 في الفريق ولا نمره 5؟ انت مالك يظهر في البرامج الفضائيه اكتر ما بيلعب مباراه؟ انت مالك؟ ولا خلي احمد شوبير يقولها لك بطريقته؟ انت مال ايه؟ نسمع مع بعض يا جماعه راي خالد الغندور، وراي رحمه الله عليه ابراهيم يوسف، وراي ريعو بلسانه اللي طلب منه 50,000 جنيه وقال كده في لقاء مع هاني حتحوت، انا نشره كله. وخالد الغندور بيرد على احمد سالم، بيعرفه مين هو الهارب. ورأي مرسي بيه عطله رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق. نسمعه وارجعوا لي. جماهير نادي الزمالك نازله هجوم عنيف قوي قوي على الكابتن حسن شحاته، هجوم جبار، عشان الراجل قال الحقيقه. قال لك محمود عبد الرازق شيكابالا كان بيهرب من المنتخب وكان بيدعي الاصابه، وثلاث مرات الدكتور يكشف عليه يلاقيه سليم،
وكان بيقول لنا انا مصاب. بتهاجموا حسن شحاته ليه؟ بتقارنوا حسن شحاته بشيكابالا؟ انتوا ايه؟ مفيش هنا خالص. حتى لما اتكرم من الفيفا بعد في 2010 وهو بيتكرم، الراجل اللي بيقدم الحفله قال انه ابن الزمالك. جه المره دي شيكابالا عمل الجون الاول، عمل الجون الثاني، ما اعرفش هو مش، فحس ان هو ممكن ما يتغيرش، فلقى الكابتن حسن شحاته غيره. فلما لقى غيره عمل الموقف اللي انتوا شفتوه ده، موقف اللا اخلاقي. كان محمد شيحه موجود هنا. محمد شيحه جه عرض عليا وانا عندي 18 سنه الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي. تمام. انا اخترت الزمالك ومضيت في الزمالك في وقت ممدوح عباس. صح؟ مضيت في الزمالك. وفي لعيب كبير في نادي الزمالك بيلعب لغايه دلوقتي، بس ما ينفعش اتكلم واقول اسمه يعني. وقت قال لي مش تخش النادي. ليه؟ كان عايز يدفعني 50,000 جنيه. اللعيب؟ والله كان عايز يدفعك 50,000 جنيه عشان يوافق ان انت تدخل النادي؟ وكان على فكره من هو صغير بيتحكم في النادي. لا ثانيه دي قصه بقى. لعيب كان بيلعب في وقت ده 2009 او 2010. لعيب كان بيلعب وبيلعب لغايه دلوقتي. وبيلعب لغايه دلوقتي؟ ما هو مفيش غير واحد. لا خلاص بقى مفيش غير واحد. مش هنتكلم ونقول اسمه طبعا. طب ايه اللي حصل؟ احكي لي من غير ما تقول اسمه. طبعا انا كنت في الوقت دوت كنت حابب ان انا العب للزمالك. ومضيت فعلا في الزمالك. كنت طبعا هو كان معايا في المنتخب الاولمبي، وجينا واحنا في المنتخب الاولمبي كنا بنتكلم مع بعض في الاتوبيس. انت وهو؟ كان بيتكلم معايا قال لي مش تخش النادي. يعني ليه؟ ما اعرفش، دي مره واحده كده مش تخش النادي وخلاص. وانتوا في اتوبيس ايه؟ في اتوبيس، انا كنت منتخب معسكرات منتخب على طول بنبقى رايحين جايين مع بعض. اوكي. فقال لي مش تخش النادي. عايز تخش النادي؟ قلت له اه. قال لي هتدفع لي 50,000 جنيه. قلت له يا عم ازاي ادفع لك 50,000 جنيه؟ ادفع لك 50,000 جنيه. طب انا معيش ال 50,000 جنيه، استنى لما بخش النادي هبقى ادفع لك ال 50,000 جنيه. قال لي لا والله ما هتخش النادي. وفعلا على فكره انا بعد ما مضيت ووقعت عقود في النادي الزمالك، وكان المفروض محمد شيحه هيجيب شيك من النادي، الموضوع كله اتلغى. بسبب اللاعب ولا ما تعرفش؟ لا بص، هو اكيد سبب اللاعب. اللاعب كان قوي جدا ومحبوب جدا من الاداره. الاداره كانت بتاعته رسمي. على فكره انا قعدت واتفقت وخلصت كل حاجه. قضيت 4 سنين هناك وكان الرقم محطوط وكل حاجه كانت خلصانه. ولكن اللي حصل وقفت. اتقال لك ايه وقفت ازاي؟ قال لي رقم كبير اللي الرومي كان طالبه. في الاخر انا رحت، كنت ثالث اغلى صفقه في مصر في الوقت دوت. رحت انبي ب1,200,000 جنيه. يعني المشكله كانت في الاخر اتفاق النادي مع النادي. بص هو ما كانش يعني كان في كريم ذكري في الوقت دوت راح الزمالك ب 3 مليون جنيه. بس لا الشخصيه دي لو كانت على فكره انا الشخصيه دي بحبها جدا في الكوره جدا، ولكن يمكن سبب اللي انا شايفه ان هو سبب الاسباب اللي ما خلتنيش ان انا اروح نادي الزمالك. الشخصيه دي. قابلت الشخصيه دي بعدين؟ قابلتها. وقلت لها؟ لا ما هو احنا اصحاب يعني. انتوا اصحاب دلوقتي؟ بس انا قابلته، انا كنت بلعب في الاتحاد. ونزل لي اكتر من مره. كان بينزل يقعد معايا عادي وما فيش اي مشكله يعني خلاص. وقابلته مره في افتتاح كان بتاع جنش، كان عامل كافيه، ورحت كنت قابلته هناك وسلمت عليه. هو اللي جاب سلم عليا بصراحه. هو جاب السيره على فكره. قال لك ايه؟ قال لي كنت دفعت ال 50,000 جنيه. ما تهزرش بقى. والله العظيم هو فاكر على فكره. والله هو فاكر الموضوع يعني. يمكن كان بيقولها لك هزار. طيب لا كان بجد. نسمع ونشوف هنا راي الاسطوره الحقيقيه ابراهيم يوسف في سلوكيات واخلاقيات اللاعب شيكابالا. انا بس عايز اسال ابراهيم يوسف ما رايك في لاعب في الزمالك يتلفظ بهذه الالفاظ البذيئه؟ تصرف غير مقبول ومرفوض. وانا هو عمل معايا تصرف يوم السبت يا سياده المستشار يعني يؤكد اللي حضرتك قلته، ان انا جاي عشان كان عايز العقد بتاعه ياخده بعد ما نادي اندرليكت قفل الملف مشكورا بتاعه. ليه السبب؟ لان مفيش حد في مجلس الاداره قال له مبروك يا شيكابالا على توقيعك للعقد. تمام. فانا بقول يا شيكابالا طب انا جاي لك عشان اقول لك مبروك، ويا اخي ده انت طلعت عينينا السنين اللي فاتت. هنا حضراتكم راح سايب القعده وكل الجهاز موجود وحاضر، وراح سايبنا وقايم مشي. مثلا في اللي بيعمله شيكابالا برضه ده لعيب موهوب. الشطاره انك تحتويه، الشطاره انك تهذبه، الشطاره انك تجعل منه صوره كويسه. ليه ما يبقاش هو ده اللاعب؟ طب ليه يا استاذ مرسي لغايه دلوقتي عمل موقف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اخرهم امبارح بغض النظر مستشار مرتضى بيشتموا في الفضائيات معترض عليه فضائيات، لكن يبقى انا بقول يعني مثلا يبقى
الكبير كبير، ده رمز، كان رئيس النادي. ما ينفعش انا وانا عندي 23 سنه ان انا اتكلم بهذه الطريقه قدام الناس كلها عن شخصيه كانت رئيسه النادي بتاعي، ثم انا في النهايه لاعب لا اتدخل في من يكون رئيس ومين لا يبقى رئيس مش هيبقى رئيس. ايه المشكله ايه؟ المشكله الذين تولوه لو من اول غلطه حوسب هيبتدع، لكن اللي حصل انت بتدلل. فلما تدلل انت ابنك في البيت لو من اول غلطه بتقول له لا هنا وبيحس ان في عقاب وعقاب رادع، بعد كده هتكسبه. بمنتهى الصراحه شيكابالا نجم كبير، شيكابالا موهبه كبيره خلصت على نفسها بكثره المشاكل وعدم وجوده وفي اكثر من موقف مع اكثر من رئيس نادي ومع اكثر من مدرب. فبالتالي مشكله كبيره جدا دلوقتي هي مشكله شيكابالا. شيكابالا دلوقتي راجل بالعربي كده قال انا مستني ممدوح عباس. ممدوح عباس هو اللي بيظبطه، الراجل من انجلترا لاسبانيا وبيتصيف في اسبانيا دلوقتي ومش هيرجع غير اخر الشهر. الراجل حسام حسن زعق بين الشوطين، راح خد لبسه ومشي وراح يتفسح في مارينا ويروح لمحمد منير وساب فرقته في برج العرب، وفاضل ايام على الدوري الممتاز يبتدي، واولى المباريات هي مباراه حرس الحدود في الدوري. ايه رايك في شيكابالا؟ انا نكون منطقيين، شيكابالا لما رجع من باوك ايه اللي حصل؟ شيكابالا هرب من باوك. شيكابالا الزمالك جاب لعيب هو اساسا هرب منه وراح باوك، وبعد كده بعد ما راح هرب من باوك ورجع له، وبعد كده اما رجع له مضى للاهلي، وبعد كده ما مضى للاهلي راح مضى للزمالك، وبعد كده لعب. احنا بنرسخ يعني مبادئ يعني واهيه، دي مش مبادئ. اشكر حضراتكم على حسن مشاهدتكم وصحبتكم لي، وارجو من حضراتكم ما تنسوش اذا ما كنتش اشتركت بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا تعمل اللايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشاركين معانا في القناه. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.